سر قرمشة القرنبيط اللي محدش هيقولك عليها غيري. اسمعي القرمشة بتاعتها واحكمي بنفسك. سوبر قرمشة، اسمعي الصوت وانا باكلها كده. سمعتوا القرمشة بتاعتها ولا اجدعها كنتاكي؟ سيبك بقى من طريقة زمان لما كنا بنعملها بالخمس بيضات، لا القرنبيط بتاعنا هنعمله النهاردة تحفة سوبر قرمشة زي ما سمعتي كده. تعالوا اول حاجة بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. متنسوش تدعموني بلايك وشير مع اصحابكم، ويلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة جبت القرنبيطة بتاعتي، وطبعا بنشيل منها العيدان الخضراء بتاعتها، وبعد كده بنطلع بقى الوردات بتاعه القرنبيط بتاعتنا بالشكل ده. بتطلع معاكي سهله وبسيطه، بنفصصهم كده من بعض. لو حسيتي كده ان هي كبيره ومش بتحب الحجم الكبير، صغريها بالشكل ده، قسميها على نصين كده. لو بتحبيها صغننه صغري بقى على قد الحجم اللي انت بتحبيه، وبس كده. خلاص بقى بنكون بقى مسخنين الميه وبتغلي، بنحط فيها معلقه من الملح، وبنحط فيها يعني معلقه كبيره من الكمون، طبعا اهم حاجه. تمام كده، يبقى ما تنسيش بقى معلقة الكمون دي اهم حاجة، ومعلقة الملح. بعد كده هتحطي القرنبيط بتاعك زي ما انتوا شايفين اهوت، وغلوتين تلاتة بس كده في القرنبيط بتاعك عشان ما يتهريش منك. بتكوني بقى محضرة معاكي مصفى كده، يكون تحتها حاجة عشان طبعا تصفي منها المية خالص، او لو عندك كده حلة وتكوني حاطة فيها مية متلجة وتطلعيه فيها برضه، عشان ايه هو بيكمل سواه. لما تخرجيه كده بره بيكمل سوا لسه، فما تطوليش عليه في الميه اللي بتغلي قوي عشان خاطر ما يتهريش معاكي. بس كده جبت بقى الطبق بتاعي وحطيت فيه بيضتين. وهحط عليهم البهارات دي، مش بستعمل بهارات كتير ولا حاجه، لا هو بحط معلقه من الملح ومعلقه من الكركم ومعلقه من الكزبره الناشفه ومعلقه من الكمون. طبعا انا حطيت هنا الكركم، بيخلي كده القرنبيط بتاعك لونه ذهبي وشكله حلو قوي لما تطلعيه من الزيت. بقى كوبايه من الدقيق، وهنزل عليهم بمعلقتين من النشا. النشا حلو قوي، بتخليه مقرمش معاكي وبيتن معاكي وقت اطول ان هو يبقى ما يطراش معاكي. حطيت كمان نص معلقه من البيكنج باودر، وهحط التوم زي ما انتوا شايفين، توم مفروم. يعني فصين تلاتة كده من التوم المفروم، بتدي طعم حلو للقرنبيط بتاعك يعني، وريحه حلوه كده. اللي مش بيحب التوم مش مشكله ما يحطش، بس هو معروف ان القرنبيط يعني بيتحط له توم بيبقى بيخلي طعمه حلو. بعد كده بقى هنزل بالخضره بتاعتي وانا بقطعها كده على ايدي، حتت صغننة يعني قطع صغننة كده من الخضرة. وبعد كده هنزل بكوباية من المية، وهقلب كويس اوي الخلطة بتاعتنا الحلوة دي، لغاية احنا عايزين القوام بتاعها يبقى بالشكل ده، لا هو خفيف ولا هو تقيل معاكي، عشان برضو يمسك على القرنبيطة كده وانتي بتنزليها في القلب في قلب يعني الخلطة بتاعتنا دي. شايفين بيبقى القوام بتاعها كده. تعالى بقى نعمل الطبقة اللي هنغلف بيها من بره القرنبيط بتاعنا اللي هتطلعه معاكي سوبر قرمش. هتحطي كوباية من الدقيق، وهتحطي عليهم 3 معالق من النشا، وهتضيفي عليهم نص معلقة برضو من البيكنج باودر، وهنحط هنا معلقة يعني نص برضو معلقة من الكركم، بتخلي برضو يعني لون القرنبيط بعد ما يطلع من الزيت لونه ذهبي كده وطعمه حلو. انا هنا حطيت في الخلطه بتاعتي معلقتين بس من النشا، مش 3 معالق، نسيت بقى قلت لكم 3 معالق، هما معلقتين بس. بس انتي برضو على حسب الكميه وعدد اسرتك بقى، ما هتعملي الكميه بتاعتك قد ايه، حابه تزودي زودي بقى. بس كده بتبتدي بقى ان انت تجيبي بقى القرنبيط بتاعك بالشكل ده، وتحطيه الاول في الخلطه السايله، وبعد كده تغلفيه بالدقيق بتاعك، وبعد كده على طول بتنزلي في الزيت. الزيت بقى بيكون سخن، وبعد كده بتهدي النار على الوسط بعد ما يكون سخن خالص. بتهديه على الوسط عشان خاطر يطلع معاكي مقرمش من بره، ومن جوه طري، ويطلع معاكي تحفة، ويفضل معاكي لآخر وقت كده، يبقى ناشف معاكي. حتى لو قلتيه من قبلها يعني ما كانش ميعاد الغدا وكده وعملتيه بدري شوية، لا هيتن معاكي مقرمش وتحفة. بس كده شايفين انا سخنت الاول الزيت، بعد ما غلفت كده القرنبيط بتاعي حطيته الاول في الخلطة، وبعد كده غلفته بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده. الاول كان الزيت سخن، وبعد كده هديت عليه النار لما يطلع معاكي مقرمش وباللون الحلو. شايفين الكركم عطيه لون حلو كده، ويبقى معاكي تحفة. شايفين ما شاء الله شكله بجد تحفة اصلا، والخلطة اللي احنا حاطينها فيه والبهارات بتاعتها بجد ان شاء الله هتخلي معاكي طعم القرنبيط يعني زي العسل. جربوه بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم. شايفين اصلا اللون عامل ازاي، بجد تحفة. خلاص بقى انزله كده في مصفى يصفي الزيت، او على مناديل زي ما انت حابة. بس كده تخلصي بقى الكمية بتاعتك كلها وتقدميه بألف هنا وشفا. اوريكم بقى القرمشة بتاعته. شايفين ما شاء الله،
بجد تحفة، مقرمش لاخر واحدة. عايزه اقولك لو حباه يبقى صغنن عن كده صغريه براحتك خالص، مفيش اي مشكله. قدمي بقى معاه رز، قدمي معاه عيش، اللي انتي حباه. سامعين الصوت؟ بجد تحفه، احلى من كنتاكي ولا ايه ده؟ شايفين منظر شكله بجد تحفة. قدمي بقى مع خضار كده او خضرة احطيه تحتها، يبقى الشكل حلو، عشان انتوا عارفين طبعا ان احنا عينينا بتاكل قبل بقنا. شايفين ما شاء الله؟ عايزة اقولك وانا باكله كده تحفة، مقرمش ومن جوه لونه ابيض وتحفة. يعني من جوه طري ومن بره مقرمش كده، وعايزه اقول لكم ان هو طعمه بجد حلو. جربوه بقى ان شاء الله ويطلع معاكم بالجمال ده. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهارده للراعي الرسمي كده بتاع الشتاء. طبعا القرنبيط بقى ومحشي الكرنب ان شاء الله نعمله مع بعض برضو بالخرطة الجبارة اللي انا بصوا بتميز فيها وبعمله تحفة. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك وشير مع اصحابكم.